السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله فيديو النهاردة هيبقى بسيط ومختصر، هنعرف فيه إزاي نغير فيوز الباور. إحنا كنا عملنا فيديو قبل كده عن نفس الموضوع، بس الفيديو كان طويل شوية فهنختصره في الفيديو ده. بس مش محتاج أكد عليك في البداية إنك لو مهتم بعالم السيارات فأنت إن شاء الله أكيد هتشترك معانا في القناة ولايك للفيديو لو عجبك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. باور الدركسيون فجأة كده بتلاقيه فصل والدركسيون بقى تقيل معاك وعلامة الباور ظهرت معاك في شاشة التابلو. في أكتر من سبب بيخلي الدركسيون يبقى تقيل معاك. أول سبب، وده بيبقى أكتر سبب بيواجه أغلب الناس، وهو فيوز الباور. وده سبب بسيط ما يسببش قلق ومش هيكلفنا. ودي أول حاجة أنت بتعملها أول ما تلاقي الدركسيون تقل وعلامة الباور ظهرت في التابلو. فيوز الباور مكانه بيبقى موجود في علبة الفيوزات الخارجية اللي مكانها بيبقى جنب البطارية على طول. بترفع الكفر اللي عليها ده، هيبدأ يظهر معاك الفيوزات. رقم الفيوز وقيمته بتختلف من عربية للتانية في كل موديل، وكتالوج سيارتك موضح قيمة وترتيب الفيوزات اللي موجودين في العربية كلها. طيب لو الكتالوج مش موجود معاك لأي سبب ومش عارف أنهي فيوز منهم بتاع الباور، عشان تريح نفسك اكشف على الفيوزات اللي قدامك دي كلها، وهم عددهم بسيط زي ما احنا شايفين. والفيوز اللي هتلاقيه مقطوع هيبقى هو ده فيوز الباور التالف اللي محتاج يتغير. انا هنا في عربيتي فيوز الباور هو اللي لونه اورنج ده، قيمته 40 امبير. لو مش معاك المشبك ده اللي بتفك بيه الفيوز، وده مكانه بيبقى موجود في علبة الفيوزات الداخلية، او ممكن بأي حاجة او بأي وسيلة تانية تفك بيها الفيوز. هتمسك الفيوز كده وهتسحبه لفوق، هيخرج معاك. هتكشف عليه ازاي بقى؟ هتبص كده جوه الفيوز، هتلاقي فيه سلك معدني هيبقى ظاهر بوضوح قدامك. السلك ده من جوه بيبقى على شكل حرف اس. حرف الاس او السلك المعدني ده لو لقيته مقطوع من النص يبقى كده الفيوز محروق، وهو ده الفيوز اللي هتغيره وتجيب زيه. لو لقيته سليم من جوه يبقى الفيوز سليم. هتفحص الفيوزات الباقية بنفس الطريقة، مع مراعاة انك ما تفكش الفيوزات كلها مرة واحدة عشان ما تتلخبطش وانت بترجعهم تاني مكانهم. هتفك فيوز تكشف عليه وترجعه مكانه تاني، وبعد كده هتفك اللي بعده وهكذا. وممكن كمان بالموبايل بتاعك تصور الفيوزات قبل ما تفكها عشان الترتيب ما يتلخبطش منك وما تتوهش. هتفحص الفيوزات لحد ما تلاقي الفيوز التالف. هتفك الفيوز المطلوب وهتفحصه زي ما عملت بالظبط. لقيته مقطوع او تالف، هتاخد الفيوز ده ومن عند اي كهربائي هتجيب فيوز نفس القيمة بتاعته بالظبط. لو 40 امبير هتجيبه 40 امبير، لو 50 امبير هتجيبه 50 امبير. ما ينفعش تجيب قيمة اعلى، وده علشان خاطر تدي فرصة للفيوز في حالة ان لو في قفلة في كهربة العربية حصلت، الفيوز هو اللي يضرب بدل ما كنترول الباور هو اللي يبوظ. وهي دي وظيفة الفيوز بصفة عامة، بيحمي لك أجزاء السيارة من التلف، والفيوز هو اللي بيتحرق. يبقى لازم تجيب فيوز نفس القيمة وما يكونش أعلى، وده سعره بيبقى بسيط من 5 جنيه ل 10 جنيه بالكتير. أنا عندي هنا الفيوز بتاعي سليم، هنرجعه تاني زي ما فكناه. هنحطه كده في مكانه، هنركبه كده أو كده مش هتفرق، وهنضغط عليه لحد ما تلاقيه ثبت في مكانه معاك وبقى متساوي مع باقي الفيوزات اللي جنبه. دي طريقة فحص وتغيير الفيوز، وده كان أول سبب بيخلي باور الدركسيون يفصل، وده اللي في الغالب يعني. السبب التاني، وده السبب الأكبر والمكلف، وإن شاء الله يعني ما يحصلش مع حد، وهو إن كنترول الباور نفسه هو اللي يكون بايظ. أكتر سبب بيخلي كنترول الباور يبوظ وإنت مش واخد بالك هو إنك وإنت بتغسل العربية بتجيب مية من جوه العربية. الراجل بتاع المغسلة ما يعرفش إن كنترول الباور مكانه تحت الدركسيون، فبيدخل بالصاروخ بتاع المية يبهدل لك الدنيا. وده أكتر وأهم سبب بيبوظ لك كنترول الباور، وبيبوظ لك كمان الزراير بتاعت الزجاج. فلازم نراعي النقطة دي لأن سعره غالي، وأحيانا بيتم إصلاحه وأحيانا مش بينفع يتصلح حسب العطل اللي موجود فيه. انت بس خلي بالك من المية وانت بتغسل العربية، وما تجيبش مية جوه العربية خصوصا في الجزء اللي تحت الدركسيون، والدنيا هتبقى ماشية معاك مظبوط بإذن الله. في حاجة كمان ممكن تخلي الدركسيون يبقى تقيل معاك، وهو ان شحن البطارية يكون ضعيف، لان الباور اللي موجود في العربية هنا باور كهرباء، فبيعتمد بشكل مباشر على كهرباء العربية. فشحن البطارية لو ضعيف هيبقى ملاحظ معاك، وتقدر من شاشة التابلو تتأكد من شحن البطارية. اتمنى اكون وصلت معلومة. لو الفيديو عجبك ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة،
وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.